صراحة قال ايه قبل ما اضربه؟ وايه اللي قبله؟ انا دخلت معاك ولا عملت اي حاجه؟ اللي كان في الاوضه معاك. انا ما دخلتش معاك. موتوا صاحب المزرعه بالسكينه وخنقوا الكلب بالسلسله. كلنا شفنا الفيديو اللي بيتركب عليه دايما حاجات بتضحك، بس قليل اللي يعرف ان اللي واقف ده اسمه مصطفى مجاري، هجام وسارق وقاتل. النهارده هنرجع بالزمن لسنه 2015 لما اهالي منطقه اوسيم لقوا جثه صاحب مزرعه كلاب وبلغوا الشرطه، وبعد التحريات اجهزه امن الجيزه قبضت على 5 متهمين. التحقيقات قالت ان هم خططوا لسرقه الكلاب لان وقتها اسعار الكلاب كانت غاليه جدا. صاحب المزرعه حس بيهم ومسك سكينه يدافع بيها عن نفسه. يوسف كان بيقول لي ما تقتلوش، انا اكني مش سامع حاجه خالص. بعد ما خد الضرب ده كله خد بتاع يجي 6 طعنات. ضربوه كتفوه وخطفوا السكينه من ايده وقتلوه في نفس اللحظه، وبعد كده سرقوا كلب نوعه جيرمان شيبرد، ولما الكلب بدا ينبح خافوا يفضحهم فخنقوه بالجنزير ورموا جثته في مصرف وهربوا. الشرطه قبضت على ال5 واعترفوا بالجريمه، وفي 2016 مصطفى مجاري اتعدم والاربعه الباقيين خدوا 15 سنه سجن. وفي الاخر اللي كان واضح في الفيديو اكتر من الجريمه نفسها ان غياب الاب في اي اسره بيخرج جيل تايه واوقات كتير جيل مجرم وبلطجي. انا مش خايف اشيلها لوحدي، انا لو عايز اروح عند ربنا وقت انا ممكن احلل نفسي، اقرب سكينه وهدكيها، انا مش فارقه معايا عشان ما لقيتش اب ايه يربينا. اب عايش طول حياته ياكل ويشرب ولا يسأل عنه.